يقول يسلم فمك وليد، هل تعتقد لو كل نادي، هذا احمد العتيبي شبابي، يقول هل تعتقد ان لو كل نادي استطاع جلب لاعب زي ويلهامسون يصير دورينا فعلا اقوى دوري عربي؟ يا رجال ما نبي منهم يا احمد، يا احمد العتيبي، والله ما نبي يجيبون لاعب زي هذا ب 8 مليون يورو، بس جيبوا لعيبه زي الناس. يا اخي ابي رئيس نادي يطلع بعد المباراه يقول يا اخي معليش احنا نعتذر، احنا اخطانا. ما في الا فهد بن خالد، الامير فهد بن خالد الوحيد اللي طلع قال انا اعتذر. البقيه يدور له اطرف شيء، يتلفت في المدرجه يدور له من يطق مين، يصقعها في مين، حكم لا الحكام اجانب ما ينفعش، طب نرميها على مين؟ شوف رجعوا الحكم السعودي قال لك يا اخي هذا شو اسمه الكثيري، سعد الكثيري. يا حبيبي يا حبيبي بالارقام، الهلال ما قام يجيب يسيطر على البطولات الا بحكام الاجانب. اسكتوا اسكتوا، دوروا لكم قصه. هذه سوالف تفشل، هذه سوالف تفشل. يعني الى متى انت قاعد تضحك على الناس؟ انت فاكر الناس بهايم؟ الناس تفهم. جاني عام 2011 تبغى تقنع الجمهور النصر وتاخذهم كذا بيدهم كانهم صغار بسادسه ابتدائي موديهم المدرسه، تقول لهم بابا هذا الحكم ضدنا، هذه اللجنه ضدنا. استعداد ان تجعل نادي النصر اغنى نادي عربي. ما حد سال نفسه مين بعد الناس هذه؟ الان انتم عندكم قناعه انه رادوي والهامسن والهلال والاتحاد والشباب والبلطان، ايش الكلام هذا؟ لحظه صراحه، يعني على فكره اذا كان متكلم مجنون فالمستمع عاقل يا جماعه. يعني الكلام هذا اذا انتم حاسين انه صادق ارموه، بس فكروا فيه لحظه. اترك عنك ان وليد الفراج اللي قاعد يتكلم معاك، هذا الكلام انسى ان وليد الفراج هو اللي قاعد يتكلم معاك. خذ الكلام، ما قاعد العب على احد ولا قاعد اخدعك وليس من اولوياتي وايش مكاسبي من الموضوع اساسا. انا ما فرقت معي هلال ولا نصر ولا اهلي الاتحاد، بالعكس اذا كل بطوله اخذها فريق ترى احلى، حتى الواحد يلاقي ايش مساحه للانتشار اكبر، بدل ما يصير يخاطب شريحه واحده. انا ما اذكر اقول لكم البارح عقب برنامج الجوله وانا بادي البرنامج قلت طفشت، كل شويه اقول مبروك يا الهلال، ازرق عميد، ازرق زعيم، عيار 51 51 بطوله، عبد الرحمن مساعد، شبيه الريح. طفشت ابغى اغير، ودي مره اقول العميد المونديالي، ودي مره اقول العالمي، ودي اقول وينك يا ماجد والله زمان يا نصر، ودي ما ودي حتى تغيير. كل ما طلعت لقيت هالازرق طالع قدامي، كل شوي لقيت لي سامي الجابر، لقيت عبد الرحمن مساعد، لقيت هم نفس الناس كل مره. طيب الناس هذه تطلع ايش يعني؟ يطلعوا المنصه بصاروخ يعني؟ ما هم بيطلعوا من خلال الملعب. تخيل امس بعد مباراه النهائي يجيك كميه بريد من جمهور، مع الاسف انه جزء منهم نصراويين. شفت والهامسون كيف ضر؟ هذا اللي اشغلت بالك فيه. تشاهد نهائي كاس ولي العهد ما اشغلت بالك الا والهامسون ايش سوى؟ سبحان الله بعد دقيقتين لاعب من الوحده سوى شيء اسوأ مع احمد علي، ما حد تكلم. يا جماعه طلعوا الهلال من راسكم، ما راح يفيدكم كذا بتضيعون. شوفوا الاهلي ايش صار فيه. يجي واحد يقول لك والله يا اخي ما ادري مين، واحد رؤساء الانديه طلع قال انا قاعد على قلوبكم. ليه؟ انت عبد الرحمن مساعد جايب لك شوي شوي بطوله عشان تستفز الجمهور. الرئيس الذي يحضر كل فتره بطوله، هذا فعلا هذا يستثير الجمهور المنافس. اذا انت ما تقدر الفريق تجيب فيه بطوله كل سنه، انت لا تثير غيره احد. زي كاني اجي اقول لكم لما يهاجمني الجمهور مثلا في اتصالات، اقوم اجي اقول والله انا يعني جالس على قلوبكم، في هناك فئه تبغاني ابتعد. لا ابتعد لانك انت سيء، ما نجحت، مو عيب ترى على فكره. لكن اقدر اتلاعب باعصاب الناس. انا عندي اصدقاء على فكره نصراويين كثير، وعندي من اهلي ومن جماعتي، ووالدي حتى رجل نصراوي ومتعصب. يعني يصعب علي اجلس معاه يتكلم في اشياء فرعيه، وفاجئ انه نصراوي و90% من الكلام يتكلم عن الانديه الاخرى. يا اخي خليك في ناديك. وصراحه رئاسه نادي النصر من اسهل المهمات. جمهور طيب يا رجال، تخسر تجي يقول لهم دور لك اي سالفه برا قط، هاي الناس رايحين وراك. هذا ليه التعامل مع الناس بالطريقه؟ خليني اذكركم بس بالرسائل النصيه. اس تي سي 8348 اذا حد يبغى يرسل رساله نصيه 8348، هذا اذا عندك جوال. اذا عندك موبايلي 630 590، موبايلي 630 590 زين 732265 زين 732265. ونستقبل رسائلكم النصيه ونبتدي نتناقش اذا تبغون، يعني نتناقش بشكل صريح جدا، واشياء كثيره الواحد ممكن يقولها.
اشياء كثيره ممكن تطرح من خلال هذا البرنامج. ثامر نطلع فاصل. ميكس اف ام هي كلها في الميكس. اسرع وسارع وسرع بسرعة، يعني ارفع سرعة الانترنت حتى 20 ميجا مجانا مع باقة اكس باند جود حصريا لعملاء باقات برودباند المنزلية. العرض لفترة محدودة. اتصل ب 907. أقمشة ريتشي العالمية تمنح الضمان على منتجاتها. ريتشي أقمشة لا أقطان. ريتشي مفهوم جديد للأقمشة الرجالية. انترنت بسعر 4 هلالات بس للميجا بايت، وشريحة بيانات ب20 ريال تعطيك 300 ميجا بايت رصيد بدون تاريخ صلاحية ولا رسوم تجديد. زين برودباند دي لايت، مو بس تهواها تتعلق بهواها. اشترك الآن. زين عالم جميل. للمشاركة في الفيسبوك والتويتر الرجاء الدخول إلى فيسبوك ميكس اف ام سعودي أرابيا، تويتر راديو ميكس اف ام. ميكس اف ام هي كلها في الميكس. سوالف فوتبول مع وليد الفراج. ورجعنا لكم على الهواء مباشرة. أنا وليد الفراج في إذاعة ميكس اف ام برنامج سوالف فوتبول، وأذكركم برسائل النصية لأي سؤال أو ملاحظة. اس تي سي 8 3 4 8 8 3 4 8، وموبايلي 630 590، موبايلي 630 590، وزين 73 22 65. ابتدي اخذ الرسائل يعني، وان كنت بدي اعطي ملاحظه بس على بعض الرسائل اللي كانت جتني تتحدث عن وجود مقاطعه نصراويه من الاداره النصراويه لوليد الفراج والبرنامج الجوله. انا اعتقد انه يعني هذه المقاطعات لا احد يطبقها. خلينا نتكلم بصراحه، والله لا جمهور النصر مطبقها ولا حد داق خبر يعني، لانه يعني الناس ما هي غنم. الناس جمهور النادي واي نادي ما هم غنم يجي رئيس النادي يقول لهم شوفوا هذه المباراه ولا تشوفوا القناه هذه، وتعشوا كباب ولا تاكلون كبسه، وناموا الساعه 10 بالليل. يعني انت رئيس نادي، يعني ما انت الناس ليسوا مواطنين وانت في دوله انت تحكمها. انت رئيس نادي كوره، تقعد تشوف شغلك وتنتبه له وتطور الفريق وتجيب نتائج جيده عشان تبقى في هذا المنصب وتبقى رمزيتك في امام الجمهور. هذا الكلام عام لاي رئيس نادي على فكره، ولا اقصد في رئيس نادي محدد. يجيك رئيس نادي يقول لك انا مقاطع، ذا يقول يا جمهور نادي لا تسوون كذا. ما باقي اللي يقولون وش تلبسون وش تروحون، وهي ناقصه يعني ما ناقص تقولون قاطعوا ذي السياره واسمعوا ذي الاذاعه ولا تسمعوا عن ذا الاذاعه. يعني الى متى تتعامل مع الجمهور انه مجموعه من الاطفال اعمارهم 11 سنه؟ حتى اللي 11 سنه على فكره عندهم فهم. الناس ما هي غنم، كانهم قطيع وديهم يمين وجيبهم يسار. المشاهد هو له قراره. في الاخير انا علاقتي انا كمشجع، اي مشجع علاقته مع الفريق هي علاقه متعه. انا احب الفريق هذا عشان استمتع فيه بلعبه، وفجاه رئيس النادي يجي يوجهني يقول لي ايش تسوي ايش ما تسوي. كلام ماخذ خيره يعني، عارف، ولا له تاثير ولا له ولا يعني ولا حد مقتنع فيه ولا حد قاعد ينفذه. بس هي حفله نفاق كبيره قاعد تصير. لا اوكي احنا موافقين ومش عارف، ولا حد موافق يا عمي ولا حاجه يعني. والنصراويين عارفين علاقتي معهم، عارفين احترامي وتقدير لهم. وشويه هالمتعصبين اللي يطلعوا لك في النص يقولوا شوف ايش قال وشوف ايش سوى، كل ذولي البروباغندا هذول كلهم جروب صغير، مجموعه من المهمشين من يعني بعض الاعلاميين التابعين للاخوان، يعني اللي من جماعه التليفون اللي يؤمرون يمين يسار. اتحدى اعلامي نصراوي يوريني مصداقيته وينتقد بشكل حقيقي جدا وضع موجود في النصر. كل على طول لسانه اشطول على الهلال وعلى الاتحاد وعلى الشباب وعلى البلطان، ولا يوصل عند ناديه صك حط قفل على فمه. وين الامانه؟ انتم ما تقرون ايش يسوون الهلاليين في هلالهم؟ والله يمسكون فريقهم يرجعونه. تقرا كلام وانتقاد ايوه يدافعون عن ناديهم. انا مع اي اعلام يدافع عن ناديه، انا وان كنت لا اقر ان الاعلامي يظهر ميوله، لكن معليش من حقه. بس يتم طرح، شوف الاتحاديين ايش يكتبون يا رجل. صحافه الاتحاد والله تطرح شيء، اتحدى الصحافه النصراويه ويتجرأ نصراوي من الاعلاميين النصراويين يقولها في نادي النصر. شوف الاهلاويين ايش يكتبون، الاهلاويين اللي كانوا اكثر هدوءا